شاركت الفنانة داليا البحيري في الاحتفال بزفاف فريدة عصام زعتر بنت أختها دينا البحيري والعريس مهاب محمد البنهاوي بحضور عدد من نجوم الفن ولفيف من السفراء والمستشارين القضائيين، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة. وحضرت داليا بصحبة زوجها حسن سامي وبنتها إسمت، واقتصر الحضور الفني على بعض الأصدقاء المقربين لداليا، منهم أحمد فريد وخالد سرحان ومصطفى قمر ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري اللي صمم فساتين العروس، ووالدتها دينا البحيري وخالتها داليا البحيري. وبدأ الحفل بفقرة فاير ووركس للفنان أحمد عصام، وأحيا الحفل محمود العسيلي ومصطفى قمر والراقصة الروسية ديانا وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية. وتفاعل الجمهور مع صور إسمت المرشدي اللي بدأت ملامحها قريبة من والدة جدتها النجمة الراحلة هدى سلطان، وعلقت إحدى المتابعات وقالت بنوتك ما شاء الله ملامحها وهي بتضحك نفس هدى سلطان أم جدتها، سبحان الله. وإسمت فريد المرشدي هي ابنة الفنانة داليا البحيري من رجل الأعمال الراحل فريد المرشدي، نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وشقيق الفنانة الشابة ناهد السباعي، واللي رحل قبل عدة سنوات أثر حادث أليم. وأخيرا بنتمنى حياة سعيدة للعروسين وألف مبروك، وعقبال عندكم حبايب، مع ألف سلامة، مع السلامة.